السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. اقوى 20 شركه في البورصه. بس خليني اعرف الاول يعني ايه اقوى، وخليني اعرف الاول ان ده فيديو ليس دعوه للشراء ولا دعوه للبيع. دول بعض الاسهم اللي في رايي ان هم من اقوى الاسهم اللي في البورصه. مش لازم يكونوا هم على فكره اقوى 20 سهم، ولكن دول 20 سهم اقوياء جدا جدا جدا. بمعنى ان وارد يكون في سهم قوي جدا انا ما ذكرتوش او مش هذكره، ولكن الفكره كلها ان انا نفسيا برتاح لل 20 سهم دول، وشايف ان هم من افضل الاسهم اللي انا شخصيا استثمرت فيهم على مدار السنين اللي فاتت وعملت فيهم ارقام كويسه جدا. الاسهم دي طبعا كلها قويه ماليا، الاسهم دي طبعا ملهاش اي علاقه بالمضاربات، ولا بيحصل عليها تلاعب، ولا بيحصل عليها جيمات، ولا بتقرب منها نظريات المؤامره، ولا الكلام الغريب ده كله. كتير منها بيوزع كوبونات ثابته، وحتى اللي مش بيوزع كوبونات بيعمل ارباح كويسه وضخمه جدا. وبعض الناس هتذكر لي بعض اسماء الشركات، انا متاكد هتحطها لي في كومنتات وهتقول لي انت ما ذكرتش الشركه دي. والرد قبل ما الكومنت يتحط ان الشركه دي قيمتها السوقيه صغيره، وانا لا اتعامل في اي شركه قيمتها السوقيه صغيره، بتعامل في القيمه السوقيه الكبيره علشان تبقى الشركه امان، علشان تبقى الشركه ما تتهزش بسهوله، علشان تبقى الشركه الريسك فيها منخفض جدا. طبعا ممكن شركه قيمتها السوقيه صغيره وتعمل ارباح كويسه جدا وتكسبك كويس جدا، لكن انا لا ادخل في هذا النوع من المخاطره اطلاقا. الشركه اللي قيمتها السوقيه صغيره عامله زي ورقه الشجر، ممكن اي ريح تيجي تطيرها وممكن ما تطيرهاش وممكن تبقى كويسه. طالما دخلنا في ممكن وممكن، انا ما بشتغلش في النوع ده من الاسهم. طيب يلا بينا نقول الشركات. الماليه والصناعيه واحده من الشركات القويه جدا جدا في البورصه. 2 السويدي للكابلات، والترتيب ده مش بترتيب القوه يا جماعه، ده ترتيب بس ما انا مرتبهم على الموبايل عندي. 3 الاسكندريه للزيوت المعدنيه. 4 البنك التجاري الدولي. 5 سيدي كريل للبتروكيماويات. 6 اي اف جي هرمس. 7 كيما صناعات الكيماويه كيما. 8 المصريه للاتصالات. 9 ابو قير للاسمده. 10 بالم هيلز. 11 غبور او جي بي اوتو. 12 طلعت مصطفى. 13 جهينه. 14 اعمار مصر. 15 القبضه الكويتيه. 16 مدينه نصر للاسكان. 17 النساجون الشرقيون. 18 حديد عز. 20 غاز مصر، وزود عليهم بقى مصر للالومنيوم وايديتا واوراسكوم للانشاء، واكيد في شركات تانية كويسه. ولكن لو حصرت نفسك في هذه الليسته وتعاملت صح طبعا واشتريتهم باسعار صح، مش تشتريهم باي سعر تلاقيه، اكيد نسبه الخساره هتقل جدا وممكن تبقى معدومه لو عرفت تشتريهم بارقام مظبوطه. وفي النهايه بفكركم بالكورس بتاع ازاي ما تخسرش في البورصه، اللي بيعلمك تختار الاسهم بشكل مظبوط، وبيعلمك تشتريهم امتى وتبيعهم امتى، وتعرف منين ان ده سهم كويس، وتعرف منين ان ده سهم وحش، وتعرف منين تشتريه امتى بعد ما تعرف ان هو سهم كويس، والكلام ده كله بيضمن لك عدم الخساره في البورصه ان شاء الله. ومع الكورس 3 شهور دعم على الواتساب، ببقى معاك خطوه بخطوه، بقول لك تعمل ايه، تتصرف ازاي، بتكلم معاك يوميا بفويس مسجز على الواتساب، بكون معاك خطوه بخطوه، خدمه تعليميه كامله لمده 3 شهور، مش مجرد ببيع لك الكورس واسيبك. اللي عايز يشترك في الكورس او عنده اي سؤال في الدنيا، في رقم واتساب ظهر على الشاشه ممكن تبعت لي عليه، والواتساب والفيسبوك بتاعي موجودين في اول كومنت على الفيديو ده كالعاده. وشكرا، مع السلامه.